السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة اللي داخلة علينا. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة هنعمل فولدر كامل لأكل المدارس، أو الولاد وهم بينزلوا أو وهم الصبح لو بيفطروا قبل ما ينزلوا، حد وهو نازل شغله سواء من الأب أو الأم برضو بيبقى الوقت ضيق، بتجهز ولاد وفي نفس الوقت كمان بتبقى بتجهز عشان نازلة وكده. فاحنا بنسهل الموضوع ده في فطار، في حاجات بسيطة بنعملها وبنشيلها في الفريزر وبنطلعها يا من بالليل عوالي الصبح بتبقى زي الطازة، لانك بتشيليها وهي طازة، يا بندخلها في الميكرويف. احنا النهاردة هنعمل مع بعض بسكويت خفيف جدا وظريف وسهل جدا جدا جدا. معانا 6 كوبايات دقيق، معانا 4 بيضات، معانا كوبايتين سكر بودرة، معانا كوباية سمنة وكوباية زيت، دول 2 على بعض، هي كوباية بتاخد كوبايتين. معانا ذرة ملح، ومعانا باكو بيكنج باودر، ومعانا معلقة صغيرة فانيليا. تاني، 6 كوبايات دقيق، كوبايتين سكر بودرة، مع كوبايتين زيت او كوبايتين سمن او كوبايتين زيت على سمن، يعني كوبايه وكوبايه، دول كوبايه زيت وكوبايه سمنه انا حطاهم مع بعض، و4 بيضات. والنكهات زي ما انت عايزه، ليمون، برتقان، جوز الهند، اللي يريحك واللي متاح عندك. لو ما فيش اي حاجه فيهم متاحه عندك فما فيش اي مشكله خالص. تمام كده. طبعا انا كان متاح عندي بشر ليمون، فهو ده اللي انا هحطه في النكهه يعني. اولا حطينا كوبايه الزيت وكوبايه السمنه، وحطينا ال4 بيضات ومعلقه الفانيليا، هنضربهم كويس جدا جدا مع بعض، وهنبتدي ننزل بالسكر البودر بتاعنا. طبعا دي حاجات حلوة جدا، احنا دايما بنحتاجها لو عندك ولاد بتنزل طبعا، واكيد كلنا عندنا ولاد بينزل، لان احنا عاملين ده للمدارس وللناس اللي بتشتغل برضو. للاب او الام ممكن ياخد بسكوتة وهو نازل مع كوباية حليب في مج حراري في الشتاء كمان، يعني الجو بيبقى ساقع يعني على الولاد جدا. فحاجات الحاجات السخنة وهم نازلين دي بتبقى حلوة ليهم. بعد ما ضربنا السمنة والزيت والبيض والفانيليا، هننزل بكوبايتين سكر البودرة. عايزة اقول لكم ريحته حلوة جدا، مغذي جدا، في بيض وفي ليمون، ويعني في اللي هو بشر الليمون ده برضو بيبقى له زيوت بتنزل في الخليط معانا، لان ده فريش. طبعا بنحتاج حاجات كتير جدا اثناء المدارس واثناء الدراسة. بنحتاجها لو ما كانتش الصبح، صدقوني بنحتاجها بالليل، مثلا لو بعد الولاد ما بيتغدوا على الساعة 5، مش هياكل تاني قبل ما ينام، ممكن برضو ياخد بسكوتة، ممكن ياخد اي حاجة من المعجنات اللي احنا هنعملها مع بعض، مع كوباية شاي بحليب، كوباية لبن دافية، وكوباية اي حاجة سخنة نسكافيه، وخلاص خدنا طبعا بشر الليمون مع الخليط ده. لو وصلتي معايا لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك للفيديو، يا ريت تنزلي تحطي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا احنا نزلنا ب6 كوبايات الدقيق بتاعنا اللي معانا. طبعا كنت هشيل الحبه بس قلت لا، نحط ال6 كوبايات عشان يبقى قدامكم، وان شاء الله المقادير بتاعتنا كانت مظبوطه جدا جدا جدا. طبعا احنا مش بنعجن البسكويت، البسكويت يا دوبك بيتلم بس في المكونات بتاعته. بصوا انا هنا لميته كله بالمضرب بتاعنا. لان هو يعني احنا مش عايزين العجينه بتاعته ليها العرق ده، فلما بيكون انت بتعجنيه كويس، بتعجنيه بيطلع له العرق ده، احنا مش عايزينه، احنا عايزين ان هو، بصوا كده اهو،
بيتقطع، يعني العجينة لما تقطعي تروح مقطوعة منك، ما يبقاش ليها العرق بتاعها. بصي، بصوا عاملة ازاي. عايزة تبططيه كده وتعمليه سادة مفيش مشكلة، عايزة تعمليه له رسمة. طبعا انا شكلت الرسمات على حسب الحاجات اللي عندي، كلها حاجات عادية وموجودة في قلب البيت. لو سرحتي معايا في الفيديو ولسه ما حطيتيش اللايك، انزلي حطي لايك للفيديو واعملي اشتراك للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. هنا اهو كده. طبعا احنا بنعملها كور صغنونة كده على قد الليمونة، انتوا فاهميني، لان هي بتفرد سنة صغيرة في التسوية يعني. بصوا هنا ده المضرب بتاعنا. بصوا، ممكن تعمليها على شكل الوردة كده، وممكن تعمليها بس هي مرة ضغطة واحدة وخلاص. طبعا هنا كنت خلصت الكمية كلها، وهنا كنت حاطة شوكولاتة فرماسيل معاها، ودي طبعا نقشات تانية غير اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. طبعا هنروح نسويها وهنرجع. ده طبعا شكلها النهائي بعد التسوية. ده السادة وده اللي بالشوكليت. والشوكليت فيه ما عليه ان هو تزيين فقط لا غير، هو مش طعمها شوكليت يعني ولا حاجة. بصوا هنا بتتكسر طبعا بكل سهولة، حلوة جدا. بس انا كنت بجربها بايد واحدة لاني كنت ماسكة الكاميرا بالايد التانية. بصوا شكلها. بصوا كانت حلوة وجميلة وريحتها تحفة تحفة تحفة. بألف هنا وشفا، يا رب يا رب أكون قدرت أفيدكم. حلو قوي جدا. البسكوت ده مع الشاي الصبح، حد من الولاد هياخد بسكوتة مع كوباية شاي بحليب، كوباية شاي سادة، كوباية نسكافيه، أيا كان، أو حتى جوزك وهو نازل الشغل، أو حتى وانتي كمان نازلة الشغل. يا رب قادر يكون فدتكم. وده كده فيديو من فيديوهات بتاعة المدارس، ولسه فيديوهاتنا جاية وكتيرة. تابعوني عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.